السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ربنا كده يعود عليكم الايام بخير وانتوا وكل حبايبكم ان شاء الله. كل ما انزل معاكم فيديو في رمضان هقول لكم كده كل سنه وانتم طيبين لحد كده العيد باذن الله. الفيديو بتاع النهارده يا بنات دوت روتين بعد الفطار. الروتين دوت كنت مصوراه اول يوم رمضان، فحبيت ان انا اشاركه معاكم يعني كده عشان نشجع مع بعض. بصوا يا بنات، انا بعمل القطايف اليوم اللي انا هعمل فيه القطايف، فبعملها بكون حاشياها يعني ومجهزاها، وبعملها كده بعد الفطار بعد ما بنفطر وبنشرب الشاي والكلام ده كله. بقى بدخل كده على المطبخ بتاعي، بروح عامله القطايف، كميه القطايف يعني اللي انا هعملها. انا ما بعملش القطايف في المغرب او قبل المغرب يعني عشان خاطر ما تبرد يعني وبتكون مش حلوه، بس وانا ما بعملش كميات كبيره يعني. بخليها كده لحد بعد الفطار، بكون حاشيها يعني، وادخل كده اجليها. وكمان بكون عامله العصير طبعا قبل الفطار وكده، بنشرب العصير مع مثلا القطايف او اي حاجه محليه احنا عاملينها. كمان احنا ما بنفطرش يعني على العصير، احنا بنفطر على بلح، كل واحد بياخد له بلحتين كده وخلاص على كده. وبنخلي العصير والحاجات المحليه كلها بعد الفطار. هصب كده معاكم العصير وجريت كده كميه القطايف اللي معايا. كمان ما بعملش كميه قطايف كبيره عشان خاطر ما تتبقاش لتاني يوم. تاني يوم لما بتقعد لتاني يوم محدش برد ياكلها، لان هي بتنشف وبتكون طعمها مش حلو. فانا بعمل كميه كده على الجد عشان خاطر ما يتبقاش منها. بس كده، فهنا كنت خلاص بصب العصير، وبعد العصير كده هنكمل باقي الروتين مع بعضينا كده لحد ان شاء الله كده ما نجهز السحور. يعني هنشطب المطبخ مع بعض وبعدين هندخل كده على السحور عشان يكون المطبخ بتاعنا نظيف كده ومترتب وما يكونش فيه اي بهدله يعني. وكمان اول يوم رمضان وكده فلازم نكون يعني البيت بتاعنا كله نظيف طبعا ومظبطينه. فمش هنخلي المطبخ يعني متكركب ونخليه تاني يوم، لا، عشان ننام براحتنا ونصحى براحتنا يعني وكده، فنعمل المطبخ قبل ما ننام. كده خلاص يا بنات. بعد ما شربنا العصير وكلنا القطايف فدخلت كده على المطبخ عشان اروجه كده معاكم. هنا كده اول حاجه عملتها جبت كده فوطه او حته قماش يعني، وبدات ان انا امسح الرخامه بتاعتي. انا ايدي في الرخامه على طول عشان خاطر ما تكونش مبجعه كده ويكون شكلها مش حلو. مسحت الرخامه يا بنات وجبت هنا كده الخيار دوت انا كنت غسلاه. اخدت منه يعني عملت السلطه وكده، وكمان هنا خضار السلطه جبتهم كده على الرخامه اللي انا مسحتها عشان خاطر اوسع على نفسي يعني بعيد عن البهدله والميه والكلام ده كله. بصوا انا بوريكم كده شكل المطبخ والحوض عامل ازاي يعني دوت. متهيألي كده كل بيت فيه الشكل ده بعد الفطار يعني، بعد كل يوم فطار في رمضان. يلا كل سنه وانتم طيبين. خلاص كده يا بنات، خدت المواعين كده شطفتها بميه سخنه، نزلت يعني باقي الاكل والدهون اللي فيها، وبعدين صبنتها بالشكل اللي انتوا شايفوه ده. بدات ان انا اشطفها منكم. طبعا يا بنات لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش من اللايك، وتضغط على كلمه لايك وضغط على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. وضغط على كلمه الكل عشان كل ما ينزل فيديو يوصلك كده اشعار فيديوهاتي على طول باذن الله. بالله عليكم محدش يبخل عليا باللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يعني. شجعوني باللايك، هو اللايك يعني مش هيضرك في حاجه يعني، بس هيفيدني انا. خلاص كده يا بنات. بدات ان انا كده اشرف كده في الاطباق اللي معايا. انا عشان الاطباق الاول كده عشان خاطر يعني يتزازوا كده عشان ما تتكسرش مني. انا اول حاجه ببدا بيها في غسيل المواعين يعني الكوبايات، وبعد كده الاطباق، وبعد كده اخر حاجه كده الحله اللي بخليها في الحوض، بحيث لو في مثلا حله ما كان رز ماسكه شويه فيها مثلا شويه رز كده لازقين فيها، فهي كده تبوش معايا كده وانا بغسل. وكمان الحاجات اللي هي الرفايع ديت بتكون ماليه الحوض وكده، فبنخلص منها هي الاول الحاجات الصغيره، وبعدين نبدا كده في الحله.
ادي كده يا بنات خلاص شطبت المطبخ بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والخضار بتاعي دخلته التلاجة، الخيار وخضار السلطة. وبوريكم كده شكل المطبخ بتاعي بعد طبعا ما روقته وظبطته. بس انا محبتش اطول عليكم في غسيل المواعين وكده عشان ما تملوش من الفيديو. هو بس الغرض كله من الفيديو بتاعي ان انا اديكي كده ان انتي تشجعي وتقومي كده. لو عندك اي حاجه عايزه تعمليها هتقومي كده وتعمليها وتتنشطي بايه باذن الله. ودي كده الرخامه التانية الصغيره. انا بفكر عندي باجي الستيكر اللي انا لازقه على الرخامه الكبيره بتاعه المطبخ، فعايزه ان شاء الله كده الرخامه الصغيره كمان الزق عليها نفس الستيكر عشان يكونوا هما الاتنين زي بعض. انا الرول اللي انا كنت جايباه يعني لسه فيه باجي في باجي يعني. فانا ان شاء الله كده هلزق كمان على الرخامه الصغيره عشان يكونوا هما الاتنين شكلهم حلو. ما شاء الله كده شكل الستيكر على الرخامه شكله حلو كده، وتحسي ان هو فعلا رخام مش ستيكر. بس كده يا بنات بوريكم كده، وجبت الصينيه بتاعتي الكبيره خالص وبدات ورصيت عليها كل المواعين بتاعتي عشان ما تعمليش زحمه على الحوض، وفي نفس الوقت هتتصفى كده مكانها. وبعدين ان شاء الله كده الصبح باذن الله يعني تكون المواعين بتاعتي اتصفت كلها، وهرتب كل حاجه ارصها مكانها في المطبخ. بس يعني هدخل المطبخ ان شاء الله كده الصبح اول ما اصحى من النوم يكون المطبخ بتاعي هيكون نظيف ما فيهوش اي كركبه، هيكون مثلا الطبقين بس مكانه السحور. ان شاء الله كمان قبل ما انام هكون غسلاهم عشان اسيب المطبخ يكون نظيف كده وزي الفل زي ما انتم ما شايفين كده. دخلت كده يا بنات هنا كده على السحور. هنا كنت عملت فول وقطعت كده بدنجان هجليه، وهعمل كده وهقطع خيار وهنعمل كده مع بعض سلطة طحينة عشان احنا بنحبها على الفول وجبنة. وهو ده كده سحور يعني خفيف كده وبسيط، وان شاء الله كده احنا بنعمل الحاجات اللي احنا اللي هتتاكل يعني، مش هنعمل حاجات كتيرة وكميات كبيرة وفي الاخر هتتساب هتقعد لتاني يوم محدش هياكلها، بعد كده انت هترميها فحرام يعني. فانا بحب اعمل كميات كده على الجنب. بس كده جبت كده الفول اللي معايا، طبعا الفول ده انا عاملاه في البيت. جبته كده هرسته وحطيت له الملح وكمون، وسبته كده على النار كده لحد ما يسخن. وكمان هحط له كمان ليمون بس قبل ما افصل عنه، يعني قبل ما افصل عنه النار كده هحط له ليمون. وقطعت خيار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت هنا كده الطحينه هحط لها خل وليمون وملح وفلفل، وكمان هحط لها ميه كده وهخفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كتروا لها الفلفل عشان الطحينه بتحب الفلفل، يعني بيكون طعم الفلفل فيها بيكون حلو. بس انا بضيف لها الميه يعني حبه حبه، ما بضيفش كميه الميه مره واحده عشان ما تخفش مني، ما تبقاش خفيفه يعني زياده عن اللزوم. لا انا بضيف الميه وبعدين بدوبها، الاقيها لسه محتاجه اروح مزوده تاني. بس كده طبعا الليمون والخل عشان هي الطحينه بتحب الليمون والخل والفلفل. ادي كده ضفت الفلفل وادي كده الملح، وادوب كله كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا الطبق دوت اللي انا عملت فيه هغيره يعني بعد ما ادوب كده الطحينه بتاعتي واظبطها كده الملح والفلفل والخل والليمون هصبها كده في طبق نظيف عشان يكون شكله حلو. بصوا جبت طبق تاني يا بنات كده وبدات ان انا اصبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان بصراحه الطبق دوت شكله كده مش حلو خالص ما ينفعش ان انا احطه على الاكل وكده. ادي كده يا بنات خلاص. هنا برضو الفول طبعا كنت بسخنه، وادي البدنجان بتاعنا رجاله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طلعه كده واحط له وارشه كده رشه ملح. دوت كده سحور بسيط وسريع يعني. مره كده بعمل بطاطس حمر، بطاطس جار الفول والجبنه. مره مثلا نجيب طعميه كده يعني وكده والايام هتمشي باذن الله.
انا محبتش يعني ازود اعمل فول ومثلا وبطاطس وطعميه وبدنجان وكله ده كله في الاخر محدش هياكل، يعني الكميه دي كلها مش هتخلص. بس هنا كده كمان كنت جبت طبق كده حطيت فيه الجبنه بتاعتي، وكمان هسخن العيش عشان العيش لما بيقعد كده بيكون مش حلو يعني، فانا بحب ان انا اسخنه كده قبل الاكل. لا اله الا الله. خلاص كده يا بنات، بدأت ان انا كده ان انا اسخن كده العيش، واحط كمان الفول بتاعي في الاطباق واحط له كده الزيت، وخلاص على كده، وده هيكون السحور بتاعنا. ادي السحور يا بنات بعد ما عملته، ادي البتنجان بتاعنا بعد ما نجلى، وادي الطحينة شكلها ما شاء الله، وادي كمان الخيار والفول كده والجبنة. سحور حلو كده، هو سحور بسيط بس ما شاء الله يفتح النفس يعني. وادي كمان العيش بتاعي بعد ما سخنته بيبسل طبعا، يعني لما بيقعد وكده، فلما بيسخن بيكون حلو كأنك لسه عاملاه. بس كده، وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.